لا نتهم أحد ولا نبرئ أحد، نتحدث عن وقائع لا تمس هذه الوقائع لا تمس. السلام عليكم. الخبير التحكيمي جمال الشريف يفضح الحكم السنغالي بسبب هذه اللقطة الكارثية التي تسببت في خسارة نهضة بركان ضد الزمالك المصري في نهائي كأس الاتحاد الافريقي. لن تصدق ماذا قال. ولكن إذا كنت تتفق أن نهضة بركان تعرض للظلم في هذه المقابلة فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. أثار الحكم السنغالي عساسي الجدل في تحكيمه لمقابلة نهضة بركان أمام الزمالك المصري في إياب نهائي كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، والتي انتهت بتتويج الزمالك المصري باللقب. فقد دخل على الخط الخبير التحكيمي جمال الشريف، وقد أدلى أيضا بتصريحات نقلتها قنوات الدوري والكاس القطرية، وقال: هذا الحكم السنغالي ضعيف الشخصية، وأنا حذرت إدارة نهضة بركان المغربي بعد تعيين هذا الحكم الفاسد لإدارة هذه المقابلة. هذا الحكم ضعيف للغاية ولديه كوارث تحكيمية في مقابلات سابقة. أما اللقطة المثيرة التي فعلها هذا الحكم فهي لقطة الهدف الأول للزمالك المصري الذي اعتبره هدف تسلل، فكيف لحكم الفار وحكم الساحة أن يحتسبوا هذا الهدف؟ فهنا نشاهد في هذه اللقطة عندما لعبت الكرة مع لاعب من الزمالك، فكان مهاجم الزمالك في موقف تسلل بلا تمرير الكرة لمسجل الهدف الأول كما تشاهدون أمامكم في الشاشة. فأين الفار من هذه اللعبة؟ ولقد اندهشت أن حكم الفار لم يحتسب شيئا، وكأنهم يريدون أن يخسر نهضة بركان هذه البطولة بأي شكل من الأشكال، فالكل كان يعمل للزمالك ضد نهضة بركان. فأنا أطالب إدارة نهضة بركان بالاحتجاج فورا على ما تعرضوا له من ظلم في هذه المقابلة. وفي النهاية شاركنا عزيزي المشاهد رأيك في هذا الموضوع، ولا تنسى الاشتراك بقناتنا ليصلكم جديدنا.